السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن أهم حاجة في كورسر ألا وهي الكورسر كومبوزر. إيه فكرة الكورسر كومبوزر؟ إنك بتكتب بتإديت وبتكريت مالتيبل فايلز في نفس الوقت. هنشوفها بمثال عملي. أول حاجة بوصل إزاي للكورسر كومبوزر، بتك كنترول شيفت أي حلو، فبيفتح لي الكومبوزر. الفكرة هنا أنت بتديله كوماندز أنت عاوزها أو تديله الريكويرمنتس اللي أنت عاوزها. أنا عاوز أعمل حاجة معينة، بس أفضل حاجة من وجهة نظري إنك تروح مثلا لكلود أو شات جي بي تي وتقول له ريكويرمنتس عاوزها، هتاخد الريكويرمنتس وتحطها. يعني مثلا أنا هروح هنا لكلود مثلا وأقول له إيه رايت requirements for each travel agency. انا مش عارف requirements تبقى ايه اصلا. ممكن تاخدها مثلا من كاستمر وتحطها، بس دي هيديك هنا حاجات عامه بشكل كبير جدا فتاخدها بسهوله. فهنا مثلا هو بيحضر له الهيدر فيه ايه، الهيرو فيه ايه، السكاشن هيبقى فيه ايه، الفوتر هيبقى فيه ايه. فهي الفكره كلها الكرسر كل ما اديت له انستراكشن اكتر كل ما تعرف تتحكم فيه بشكل اكبر. حلو. اما يكتب الكمبوزر احنا ممكن نتحكم في حطه بقى يمين وحطه شمال والكلام ده كله. انا بحب على نفسي بالشكل ده كده، بكبره شويه بس. هنا انت ممكن تغير الموديل لو انت عاوز، انت تشوف الموديلز اللي انت عاوزها. اوكي. على ما يخلص برضو في حاجه اسمها نوت بادز. النوت باد دي هي فكره كلها انستراكشنز، في انستراكشنز معين مثلا في دماغك، في فكره معينه في دماغك فبتكتبها هنا وتقدر تعمل لها منشن في الكمبوزر، او ممكن تعمل لها منشن في اي حته عموما سواء في الشات او في الكمبوزر. حلو. هو زي ما انا خلص دلوقتي هاخد بقى الكلام ده كله، خدها بقى كده والله، ناخد كله كده اهو كوبي هيت هنا. تمام. واتك انتر. الفكره بقى هو هياخد الانستراكشنز دي ويبتدي يعدل على المشروع عندك، وانت تبقى شايف التعديلات هو بيعملها. يعني هو بيقول لك انا هعمل التغييرات دي في الاب اهي. اعتقد لو احنا خدنا المره اللي فاتت هو كان غير في الاب بس، المفروض دلوقتي كده هيبتدي يعمل زي كومبوننت فولدر كده يحط فيه الكومبوننت. طب خلاص تعال نشوف هو عمل ايه بالظبط. شوف الشكل بقى ايه دلوقتي. هو مجرد حط الهيدر والفوتر وكده. طب خلينا نكتب مثلا رايت تكنيكال requirement for hotel list page. مثلا انا عاوز اعرض الهوتيل ليست بيج تبقى شكلها ازاي، فهو يكتبها لي نفس الفكره برضو. يعني انا رحت ممكن اكلمه هنا واقول له مثلا make component folder and component، وممكن اقول له مثلا add footer section. تمام. هنا اخليه يعمل لي ابتدى يحط النافبار في حته، يعني المفروض بقى يعمل فوتر في حته وهكذا. يعني ابتدي اقسم الدنيا بدل ما هي كلها سنجل بيج كده يعني. تمام. ده اللي انا كنت عاوزه. انا ممكن بقى يعني اقعد اوجهه. تمام. نقعد الاب بقى. خلينا نجرب كده، ناخد اكسبت ونشوف ايه الشكل بقى شكله ازاي. هنا ده اللي عامل ده دلوقتي عامل لي الريكويرمنتس بتاعت. خلينا نشوف بس الدنيا فيها ايه دلوقتي. add مثلا section from line can reserve ومثلا hotel and lights. انا كل ده عمال اعدل عليه وهو بياخد وبيدي وهكذا. دي يعني حاجه في كرسر صراحه مش طبيعيه. انا يمكن حاجات في حاجه اسمها بولت وحاجه اسمها في 1 الكترات دي، بس ميزه ده اللي هو شغال معاك في كل حاجه، يعني مش فرونت اند بس. يعني بولت وفي 1 ده ان شاء الله هنشتغل فيها من الفيديو اللي جاي، بس دول شغالين فرونت اند بس. ده بقى شغال معاك فرونت اند باك اند، حط اللي انت عاوزه في الموضوع كله. بس يعني بشكل عام انا بشايف انك تجمع الريكويرمنتس مثلا من شات جي بي تي مثلا او كلود او وات ايفر، وتيجي تديها له وتروح وتيجي معاه بقى لغايه ما توصل للحاجه اللي انت عاوزها. تمام. هو هنا لسه عمال يكريت الفايلات اهوت. مظبوط. تمام. لا جميله يعني كل ده من غير ما، والهوتل عملها برضو والفلايتس، كل ده انا ما كتبتش سنجل لاين اوف كود. ممكن بقى اقول له مثلا غير الباك جراوند وهكذا، بعدين بقى اخش على الباكجز دي اقول له مثلا حط لي حاجات في الباكجز، حاجات في الديلز وهكذا، عشان ما بقاش بس كله في فرونت اند برضو. مثلا انا من الحاجات اللي بحب استخدمه جدا في اودو صراحه. يعني هو يعني انا هدي مثال كده. له شيفت واي. لو انت خدت بالك كده فوق ما تحطش فايلز، يعني لان هو كلها هنا جافا سكريبت ورياكت وكده، فانا عاوز احسسه اللي هو في حاجه منفصله يعني. اقول له مثلا ميك اودو موديول automatically one power please مثلا. دي من الحاجات الجميله. يعني هيروح جاي يعمل requirement analysis، هيشتغل مع نفسه وهتشوف كل حاجه فعلا قويه جدا جدا جدا. يعني سواء في اي حاجه عاوز تحطها بقى، في جيم ديفلوبمنت، في اب ديفلوبمنت، في اي حاجه في الدنيا هتلاقيه شغال معاك زي الفل.
فالكمبوزر فعلا من الحاجات بقى القويه جدا تقدر تمشي معاك على طول. في كمان حاجه انا ما قلتهاش، اكسبت اقول اهو مثلا. انا خلاص قفلت هنا الكمبوزر، حلو. انت هنا الدنيا ماشيه معاك. طب انا دخلت مثلا هروح جاي قافله وشغال بقى في اي حاجه ما اعرفش ايه، فانا مثلا عاوز ارجع للشات تاني، كنترول اي على طول هيرجع لي للشات الاخير اللي كان ما بيننا، حلو. واقدر بقول له اعمل كذا مش عارف ايه بدل ما افتح الحاجه الكبيره. طب انا عاوز اكبرها برضو من هنا، يعني هعمل اوبن كنترول بانل، اوكي، كنترول شيفت اي، هتفتح معاك بالشكل الكبير. اوكي بس. وده كان الفيديو بتاع كورسر كومبوزر، وان شاء الله الفيديو الجاي بقى عن ازاي ننتجريت كورسر مع اي اي تولز تانية.